حمدا لمنزل الدنا والدائم ومنزل السباع والدوائم حمدا لمنزل الدنا والدائم ومنزل السباع والدوائم من أمر العباد بالدعاء ليرفعوا به عن البلاء ثم على من حيث ما تزهمرت يبرأ بلا بد وفاز بالغرام محمد الطبيب الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلايم محتاجة الأصحاب للشفاء هذا وإن اليوم ذو أوجاع مبتغيا القول المجيب داعي واستقي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني مغترر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان الأعظمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وميمانا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نعم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا إحسان الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا يشافي أنت صفاك مكان داعي ولا تؤمنا بالابتلاء وانزل النفع مكان ضري وانزل الخير مكان الشر وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم اخذهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تؤاخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد فإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلائك بالتوف يسروا قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من ونائك خدا لكنما تلسس الجوارح أبداهم لأبي الخير
الآباء فلا تواخذهم بما لا ينقصون ولهم بالذي لا ينفعون يا الله يا مقلب القلوب خلم قلوبنا عن الغيوب وارنا بكل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين طرا لنا خلاء فنطفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم عذاب واجعل جميع المسلمين في ارتقاب والمسلمات بازديادهم تقام واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مولسين واجعل جميع المولسين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصرين واجعل جميع الناصرين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وارنا يا ربنا في الخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم من أذى وديرا وأغننا بحبهم لوجهك وارهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازداد السبيل واجعل لنا هدى وعنا عزا ساغبة تفضلا فنوسا وابلنا مكارم الأخلاق ما تعب من خلاص خاقي وجل صغيرنا يؤخر الكبير وجل كبيرنا يعين للصغير وجل قلوبنا على التودد بلا تنازع ولا تغازل ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نزير المسلمين خاشعين والمؤمنين مولسين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية ومي وقل وكفنا مسلما ونجد كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا حسن الختام إلى الممات وغدا يوم القيام بجاه خير ما شفى الأمراض ووهب المرهوب والأعراض محمد طبيبنا الأمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء ما أبلغ المسؤول بالدعاء وهو من المريض باستشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبس الصفاء ودم عليه
في المساء والصباح وارزقنا الشفاء والفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما استوى